السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة مصرية من الدرجة الأولى. هنعمل حبة فتة كده طعمين يستاهلوا بقكم، وكمان بطاية أو دكر بط جميل كده. ما شاء الله تحفة يا جماعة، والله العظيم. أنا بصراحة الأكل ده بحبه جدا، مهما بقى نعمل من أكلات جديدة أو أكلات كده بتاعت اليومين دول، بس برضو بنحب الأكلات اللي هي القديمة، وما نقدرش ان احنا نستغنى عنها ابدا. فيلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف خطوات الأكلة الجميلة دي عملناها ازاي. جبت حلة طبعا وكان فيها مية غلت. طبعا البط ليه طرق كتيرة جدا، بس أنا بحب الوصفة دي. بحب البط يتسلق وناخد الشوربة، نعمل منها بقى محشي، نعمل منها أي حاجة تانية احنا عايزينها، طبق ملوخية حلوة كده، صينية رقاق، أي حاجة من الحاجات الحلوة دي. لكن ان انا احطها في الفرن او ان انا اتبلها وادخلها الفرن كده، لا. فهنا حطيت بقى، انا حابه احط حاجات بسيطه قوي في الميه اللي بتجلي. بصلايه وحبه فلفل اسود حبه عشان ما يغيرش لونه، لان الفلفل لما يكون مطحون بيغير لون الشوربه. ونزلت بالبطايه والميه بتغلي على طول. واثناء البط ما بيتسلق، جبت حله حطيت فيها حبه من التوم كده وقلبتهم في حبة سمنة مع حبة زيت، وقلبتهم، وبعدين هنزل عليهم بحبة من الخل الأبيض، وبعدين هنزل بصلصة طماطم. طبعا دي أنا مسبكاها، يعني أنا عاملاها في البيت خلاص عشان تختصر معايا الوقت. وبعدين بقى هنزل بالملح. مفيش كمون هنا في الصلصة دي. ملح، كزبرة، فلفل اسود، وبس كده. وهسيبها لما ايه تتشكشك مع الايه، مع الثوم والحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها، لان هي زي ما قلت لكم كده كده متسبكه. طيب، هنا ببص كل شويه كده اشوف البط اخبارها ايه، كانت قربت يعني. قلت بقى ايه، انزلها كده على الناحيه اللي هي ناحيه الصدر، لان بياخد وقت. فقلت انزلها عشان خاطر الصدر بياخد وقت، فقلت انزلها على ناحيه الصدر علشان تستوي وتبقى حلوه. وكمان كل شويه كنت بشيل الريم اللي بيطلع من فوق، هو ما طلعش ريم كتير يعني، لان انا غسلاها كويس ومنضفاها برضو. والبطه بتستوي او الدكر بيستوي، نزلت بقى عملت الرز بتاعنا. حبه سمنه برضو بلدي مع حبه زيت ذره، ونزلت بقى بالملح والفلفل الاسود، وكمان حته كده من فص كده من الثوم. خلاص نزلت بيه مع الرز، وقلبتهم بقى، وابتديت اشوحه في السمنة والزيت كويس قوي قوي. وبعدين هنزل بالمية المغلية، بس كده خالص، وهسيبه لما يتشرب. هنزل بقى بالمية المغلية واوريكم، وهحط المعلقة واوريكم ده المقدار المظبوط جدا للمية. بصوا، مادام المعلقة اتحطت وما نزلتش هتشوفوا معايا دلوقتي، شايفين؟ يبقى كده المية مظبوطة جدا جدا. كانت البطة هنا استوت خلاص، وابتديت ان انا اطلعها بالشكل ده كده. خلاص، ما نتخدعش يا جماعة، لازم البط نتأكد ان هو استوى. نمسكها من عند الورك كده ونبتدي ان احنا نشوفها بايدينا كده. لقيناها استوت خلاص، هبتدي ادهنها زيت، ولو ما دهنتهاش زيت ممكن صلصة بتاعة الفتة دي، او ممكن ان انتي ما تدهنهاش خالص، لان البط كده كده بيبقى ايه، فيه دهون شوية، فبياخد لون بسرعة تحت الشواية. وجبت العيش، انا قبل كده عملت معاكم الفتة دي، عملتها بالرقاق، احنا بنحبها بالرقاق جدا جدا. فالمرة دي حمصت العيش كده في شوية سمنة في الفرن، وايه قلت اجرب، طبعا جميلة. بس احنا بنحبها بالرقاق اكتر، لان احنا متعودين عليها يعني من بقالنا فترة كبيرة بنعملها كده. جبت بقى الشوربة بتاعتي السخنة، مش كانتش سخنة قوي يعني، كانت مايلة للسخونة بس مش سخنة قوي. وجبت بقى ونزلت عليها بالعيش، لان احنا بنحب العيش يكون فيها طري. ونزلت بحبة من الصلصة بتاعة الفتة عشان يدي طعم للعيش كده. وهنزل بعد كده طبعا بالرز، وهسويه في الصينية بتاعتي اللي انا بحط فيها، او الطبق البايركس اللي انا بحط فيه ده. وبعدين بقى هنزل بالصلصة على وش الرز، وتاكلوها بقى بألف هنا وشفا. أكلة تحفة جميلة، اللي عايز بقى يعمل حبة لسان عصفور يعمل. وما شاء الله أكلة جميلة جدا جدا، وكلنا بنحبها.
وأكلات زمان الجميلة اللي ما تتعوضش أبدا أبدا. وبس كده الوصفة خلصت والفيديو خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وينول رضاكم، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتسيبوا لي تعليقاتكم الجميلة اللي دايما مفرحاني بجد وبتسعدني. وانا بشكركم وبشكركم جدا جدا على كل تعليقاتكم الحلوة. يا رب نفضل مع بعض كده على طول. بحبكم جدا جدا. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.